المغرب فاسي ما عندوش مشكل مادي، ان جامعوا الناس وداك الشيء وخلصوا الفلوس وحيدوا النزاعات كامله ولاو اجور، الامور غادا مزيان. دابا المشكل بقى فيما هو كروي، اللعابه والمدرب، الانتدابات هذه الانتدابات الا ما درتيش انت واحد 3 ولا 4 ولا 5 ديال الانتماء ما يمكنش تبقى غادي. راه ملي كنتكلموا على المسائل الماديه من الطبيعي شوف من المؤكد خاصهم يحيدوا داك الشيء ديال اللي تيجي، هذا مفروض عليهم. ولكن باش تقوي فرقتك باش تولي قويه خاصك تجيب لاعبين، ما يمكنش، وخاصك تسير البطوله بواحد الطريقه معقلانه. خاصك بحال مثلا ما عمرنا غنسمعوا، راه كاين فرق كثيره كيقول لك انا حيت لي ليتيج، حيت الديون، دابا غادي نجيب لاعبين، وكتعاود طيح في نفس المشكل، ديال الديون، في نفس عا كدوز واحد 6 موا وهذا كنعرفوا كنطيحوا في نفس المشاكل. حنا باغيين فرق اللي يكون عندها استقرار واحد 5 سنوات ولا هذا بالنسبه لي. ولات الكره في المغرب عندها مشكل مادي. الكره في المغرب ما يمكنش تسير بلا المسائل الماديه، الكره في المغرب ما يمكنش تسير بانه تكون غير مستقره. المكاتب ديال الكره في المغرب خاصها لاعبين اللي يعرفوا بان الامور دائما ديالهم غادي تكون مضبوطه، وغادي يكون في راس الشهر ياخذ فلوسه، في لي بريم ياخذ فلوسه، في يعني هذاك الشيء ديال لي بريم سيناتور ياخذ فلوسه في التوقيت، يعني ما كاينش اشكال. هذا هو التسيير. راه كاين بعض الفرق اللي كتميز بهذا عندنا في البطوله المغربيه، ولكن الى استثنينا 3 ولا 4 الفرق كلها كتعاني معاناه كبيره.